بين الفبركة الإعلامية والقرصنة الإلكترونية ضحية مضايا والزعتر طفلة من جنوب لبنان. تقرير حليمة طبيعة. كما استيقظنا قبل أيام على صورة لطفلة ذات عينين ملونتين قيل إنها تموت من الجوع في مضايا السورية، استيقظنا صباح السبت على خبر مفاده أن هذه الصور المنشورة تعود إلى طفلة من بلدة طير فلسي الجنوبية وتدعى مريانا يوسف مازح. توجهنا من دون موعد مسبق إلى طير فلسي نبحث عن الطفلة التي شغلت العالم بعينيها البريئتين ولفق لهما كثير من الحكايا. فمن هي مريانا؟ مريانا بتكون حفيدتي أنا، بنتي عمرها 7 سنين. صورة أخذت من شي 3 سنين. أثر علي الموضوع هي كطفلة؟ إيه والله تأثرت كتير، وصارت كيف ما حدا يحكي معها ويقولوا لها أنت اللي مبينة هيك، بتقول لهم تستحي وتفتل راسها وتمشي. بالمدرسة بدلهم يحكوا بالموضوع، مش مرتاحة البنت بالمرة. فقنا الصبح ولقينا صور مريانا على جميع وسائل الإعلان، وتفاجأنا نحن إنه هيدا الشيء مش مزبوط. البنت بنتنا ونحن من الجنوب ومش ما خصنا بمضايا، وهذا الشيء اللي عم بيقولوا إنه كذب مش صح. فنحن بنحب نوضح للإعلان ولكل العالم إنه هيدا الشيء هيدا الحقيقة وهيدا المزبوط. مريانا التي تكره الأضواء والكاميرا لم يتعدى عمرها السنوات 7. جرى تداول صورتها للمرة الأولى عام 2014 على أنها بائعة علكة شردتها الحرب السورية إلى مخيم الزعتر في الأردن بعدما التقطها لها أحد أقاربها في ساحة الضيعة ونشرها على فيسبوك. هلا أول شيء نزل الصورة من 3 سنين إنه بيعت علكة بنت سوريا ومش عارفة وين، وضلينا ورا الموضوع وطفى لحاله. رجعوا السنة الماضية نفس الشيء، على العيد راس السنة نفس الشيء نزلوها للصورة وكمان راحت. بس هالسنة هذا كبران القصة كتير، يعني انه شو ميتة من الجوع ومصورين صور غير لعبان كتير بالموضوع، يعني مش ظابطة. بنت خيي ظاهر من الدكان اشترت علبة علكة وظاهر من الدكانة ولقطوا لها صورة هون ونزلوها على الفيسبوك. هاد من شي 2 وصار في تداول فيها بالإعلام إنه بنت سورية وعم تبيع لكم مدري شو. هذا لما شفناها نحن حاولنا قد ما فينا وحكينا إنه هذا الصورة مش مزبوطة. كانت واقفة مريانا هون لما أخذوا لها الصورة. قصة هذه الطفلة التي بدأت تستاء من تداول صورها بهذا الشكل تشرع اليوم الباب أمام قضايا عدة تضاف إلى غياب الدقة في نشر الخبر والتلفيق الإعلامي، أبرزها ما يتعلق بفقدان الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي والقرصنة والاستغلال. حليمة طبيعة، قناة الجديد. أنا بطرف الساي ماني بمضايا. الصورة اللي نزلت على الفيسبوك هي غلط. من شي 2 فاتت على الدكانة هون حدنا، اشترت علبة علكة وهي وظاهرة بالجنينة صورناها هون. كنا نحن وبنت اختي والصبي، المهم اخذت صورة ونزلوها على الفيسبوك، فسحبوها عن الفيسبوك وصاروا يتداولوا فيها بالاعلام انه هذه بنت بياعة علكة سورية وبنت جميلة وحرام انه يصير فيها هيك. فنحن انزعجنا من هذا الموضوع وما رضيناش. وقتها صار في تواصل على الفيسبوك انه نفي لهذه الصورة مش مزبوطة. بعد رجعت وانطفت، ما عادش حدا حكي فيها، ونحن كمان سكتنا، ما عادش تواصلنا مع اي وسيلة اعلام حتى ننفي هالصورة اللي صارت انه مش لايقة بحق البنت. فهلا رجعت من جديد صاروا يتداولوا فيها. فهلا من جديد نحن بنقعد نأكد ونقول انه هذه الصورة اللي حكيوا فيها وعرضوها عدة تلفزيونات انه هذه مش مزبوطة، وبنت يوسف مازح من طرف الساي، وأنا يمكن عمها للبنت عبد الوهاب مازح.